أنا يكون هنا حد حاضر يزعل علي. وحضرت صلاة الفجر وهناك شباب متعلمين أعرفهم، لكن متسلط عليهم واحد يبغى يتريس، يبغى يكون قدام، هو يكون يصلي، تقدم يصلي بلا الفجر ويقوم يقرأ لنا معه من سورة مريم وسورة الفرقان، يقرأ لنا منك بعد ما صدقوا العبد الفلق قال من الناس ارحمنا يا أبوي، ماشي فايدة، ويدقنا بسورة الفرقان أظن يقرأ وقلبها الفوق تحت، المنصوب مرفوع والمرفوع مجرور، اعتنمبون الضغط يرفع معي مع ذيك السلام وقصة. يوم خرجت من المسجد قلت يعبد الله هذا اليوم يصلي بكم، قال هذا كل يوم يصلي بنا، قلت له يرحمها الله صلاتكم ما تخرج من الباب، ما تخرج، أقوم لك مخابيكم بس. كيف ساكتين أولادي؟ كيف يا أخوي يا أخوتي ساكتين؟ قال ينضارب على المحراب، ما نقدر نضارب على المحراب، يبقى رياسة ترى. مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. يعني أنت إذا ضيعت ركن من أعظم الأركان وهو إيش؟ الصلاة، مبقي شو يبقي من ضياع الصلاة؟ من ضياع الصلاة ما تبقي. فأنا أحث الشباب أنهم يشتروا أشرطة فيها ناس يقروا قراءة متزنة، ما فيها تكلف ولا فيها تبويع، متزنة على القواعد. تشتري أشرطة ولدي وتخليهم معك في البيت، تخليهم يوم تحصل فرصة تفتح شريط وتبتدي من بداية البقرة. يوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ألف لام ميم أنت تقول ألف لام ميم، تبعه تتعلم منه بيتك. ما نعمة دي؟ هذه نعمة عظيمة. لكن الإنسان ما بيخسر فلوس على شريطات وعلى مسجل، لكن يقطع دشداشة ب50 ريال ب40 ريال ما يشوفها غالية، يشتري واطية ب50 ريال ما يشوفها غالية، صح ولا صح؟ لكن هذا أبو في فايدة يشوفها غالية، شيطان ترى. هذه قضية مهمة جدا جدا جدا.